الله وبركاته. يلا مسهم بالخير ابو منصور، يلا مسه بالخير. مسك بالنور والرضا والعافيه يا ابو طيب. محمد. انا قايل لك تعال ودي نلتقي انا وياك عند هالنبته اللي عندك. ايه الله الله. هذه الرمرام يا ابو منصور. الله الله. ايه كثرت عليها الاساطير والمعلومات والقصص اللي من التراث. الله الله. انها تعالج لدغات الثعابين. نعم. وهذه ما له اي اساس من الصحه. ايه حق الورر سالفه ايه سالفه الورر، ان الورر لدغه الثعبان، وانه راح انه تحكك عند هالشجره ذي، او انه جحر الورر دايم يكون عنده. اي نعم. الروايه اللي تقال يا ابو منصور على الرمرام، اول شيء كم عندنا من نوع يا ابو منصور؟ عندنا 11 نوع من الرمرام. يا سلام. وهذا هو اللي منتشر. نعم. وهالنوع ذا هو اللي عليه المقوله والسالفه. المقوله والسالفه، وهو الاكثر انتشار، وهو رعوي قوي وسام. أحسنت. الانسان سام رعوي قوي جيد للحلال. عاسل ممتاز. يزوره النحل بقوه. بتكلم عن سالفه الورر وسالفه الثعبان، وان هذه النبته يقولون انها علاج لدغات الثعابين. يا الله الله. علميا ما لها اساس. علميا ما لها اساس. اكبر مركز للامصال بالشرق الاوسط عندنا بالسعوديه. وتم الاساطير يعني تم تحليله، لانها يعني تم تحليله بناء على الاساطير، ولا وجدوا ان فيها علاج لدغات الثعابين مره نهائيا. والورر يتواجد في اماكن ما يوجد فيها رمرام. المعلومه انه جسم الورر صدفي. صدفي يعني زي السيراميك. ما يخترق. واثنين سبحان الله، الثعبان اللي شافت الورر تعرف كل اللي يعرف صيد. تشوف سالفه الورر مع الثعبان. كل منطقه من المناطق يقول عندنا حادثه. وهذا هو اللي ثبت هالقصه وهالاسطوره. كثير من الاساطير ورثناها وعرف اغلبها. طيب. الحين ابو منصور عندنا حنا الثعابين. تدري وش المشكله؟ كانوا من اول الاولين يتعالجون بهذه. بعضهم ويعتقد انه التشافى، وهم ما يدرون ان بعض الثعابين غير سام. ما عندنا حنا الان المسجل عندنا اظن 57 نوع من الثعابين. 57. ما فيه الا 6 السامات اللي لهنا مصعب، والباقي 6 اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. بعض الاولين والباقي بعض الاولين ممكن انه يلدغه الثعبان ويجون يقصون اصبعه او طرافه بالمخلب ويعتقدون انهم يعالجونه، بينما اللي يلدغه هالنوع من واحد جاب سير علينا مقطع اصبعه الضعيف، وهو تلقى الثعبان غير سام. يعتقدون ان اي ثعبان سام عندهم. لذلك ابو منصور كثير من الثعابين عندنا غير سام او ضعيف السميه، ما يحتاج ولا تروح للمستشفى. نعم الله. ويعتقدون بعض الناس انهم اذا تعالجوا قديما بهذه اللي هي الرمرام ان شافتهم. ومثل ما هو موجود بالهند. الهند يروحون للكهنه لسعة الثعبان، لقوا 95% من ثعابين الهند غير سامه. عرفت؟ فالاساطير تنتشر. يعني انا ودي اتكلم عن موضوع الاساطير عندنا عند الناس كله. ترى على فكره الاساطير منتشره بالعالم وقويه ترى، لكن الان احنا عندنا علم. اذا وافقت الاساطير العلم قلنا حياها الله، ما وافقت نرفضها نهائيا. يجب رفضها، لانه على ما قالوا يقولون لو تصير بالمخ وهي معلومه خطا. لذلك كل رايه يحترم. واهلنا الاولين يحترمون بآرائهم، لكن يبقى امور علميه تنقصهم مثل ما قلت المعلومه. وموضوع الرمرام والثعبان يبقى انه من الاساطير اللي ما له اي سند علمي. وسوى بحوث عاليه واشياء كثيره. جميع ما قيل عن الثعابين، انا عندي اطلاع مع مركز الامصار، جميع ما قيل على الثعابين قديما جربوه من اجل يوثقونه لعلهم يطلعون بمعلومه جديده. اغلبها اساطير. الله يعطيك العافيه. نعم. الله يجزاك خير يا محمد.